انت بذمتك كأهلاوي او عاشق ومحب للمارد الاحمر، كنت متخيل ان ممكن الاهلي يخرج بهذا الشكل من البطولة المفضلة لكل عشاق النادي الاهلي؟ انت متخيل؟ سيبك من المستوى الاهلي متذبذب ومش عارف ايه، لكن انا بصراحة انا كنت شايف ومتوقع من قبل ما الاهلي يلعب مباراة العودة، كمان من قبل مباراة العودة كنت شايف ان الاهلي هيطلع اصلا من البطولة. يلا نبدأ حلقتنا حبايبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برحب بكل متابعيني وعشاق الساحرة المستديرة في كل مكان. يا رب دايما تكونوا في احسن حال. وحشتوني جدا يا حبايبي، وكل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وكل اخواتي ومتابعيني واصدقائي في كل مكان. يا رب دايما تكونوا دايما في صحة وعافية، وكل الامة الاسلامية يا رب دايما تكونوا دايما بخير، وعيد سعيد عليكم يا رب. الاهلي يقع او يخسر امام الترجي الرياضي التونسي في عقر داره في استاد القاهرة بمجموع المباراتين بنتيجة 4-2 في مفاجأة من العيار الثقيل. بصراحة يا جماعة مفاجأة مدوية، مفاجأة كارثية. عايزك بس كده ايه تثبت حضورك معايا باللايك، ولو مش عامل فولو اعمل فولو عشان يوصلك كل جديد. وبعتذر عن عدم وجودي معاكم خلال الفترات الأخيرة، ده حاجة مش بإيدي يعني. المهم المباراة يا جماعة وشوط أول عظيم. يعني أي حد شاف الشوط الأول والفرص اللي أهدرها النادي الأهلي بقى، زيزو ومروان عطية وإمام عاشور وتريزيجيه وبن شرقي، والفرص اللي أهدرها النادي الأهلي خلال أول 45 دقيقة أو خلال أول هاف تايم. النادي الأهلي يا جماعة مضيع، يعني أقل حاجة كان ممكن يطلع النادي الأهلي الشوط الأول 3-0 لولا تألق البشير بن سعيد الحارس المرمى التونسي، حارس الترجي التونسي اللي تألق واللي كان ليه دور كبير جدا في حفاظه على نظافة على مش هقول لك على نظافة شباكه، على يعني خروجه من الشوط الأول. على الأقل لو كان النادي الأهلي خرج متقدم الشوط الأول بهدف اللي أحرزه تريزيجيه. لكن يا جماعة بصراحة الترجي التونسي هو يعني الترجي التونسي ما حضرش في الجيم غير هي ربع ساعة 10 دقايق في الجيم كله، سجل فيهم قد ايه؟ سجل فيهم 3 اجوان. والنادي الاهلي اللي عمال يحاول ويروح فرصه، لكن النادي الاهلي يا جماعة فيه عشوائية كبيرة قوي، خاصة في الشق الدفاعي. يعني خاصة لما تيجي تشوف، لما نيجي نقيم محمد هاني وياسر ابراهيم وهادي رياض وبالعمري، لا يا جماعة في اخطاء، في مساحات. كان النادي الاهلي الاول كنت تلاقي